أود أن أعرض عليكم خارطة الشرق الأوسط في العام 1948 سنة تأسيس إسرائيل. هذه هي إسرائيل في العام 48. كان بلدا صغيرا معزولا يحيط به العالم العربي المعادي، وفي السنوات الأخيرة حققنا السلام مع مصر والأردن، وبعد ذلك في 2020 وقعنا على اتفاقات أبراهام مع 4 دول عربية أخرى. انظروا إلى ما سيحصل الآن عندما نوقع على السلام بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل. خارطة الشرق الأوسط برمتها ستتغير، نكون قد قضينا على جدران العدائية وسنفتح إمكانية للرفاه والسلم في المنطقة برمتها، ولكننا سنحقق كذلك أمرا آخر. منذ بضع سنوات وقفت هنا وكان معي قلم أحمر لكي أبين لكم اللعنة الكبرى، لعنة إيران النووية. أما اليوم فقد أتيت بهذا القلم الأحمر نفسه لكي أبين لكم النعمة الكبرى، نعمة الشرق الأوسط الجديد والسلم الجديد بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية وآخرين. ونحن بذلك لن نتخطى فقط الحواجز بيننا وبين جيراننا، بل سنبني ممرا جديدا من السلم والرفاه يربط بين آسيا من خلال الإمارات العربية المتحدة، السعودية، الأردن، إسرائيل، وصولا إلى أوروبا. هذا هو التحول الهائل، هذا هو التحول الجذري، وهذا هو التحول الذي سيشهده التاريخ.